اتوقع المبنى بينهار يا جماعة. المبنى بينهار، اجري اجري. without its energy. واو الهروب. ده طور الكولابس. الهروب. المبنى هيطيح بينا. لا 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 لا. ازيكم يا جماعة الخير، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا يا جماعة الخير جايت لكم بالمقطع الرابع او الحلقة الرابعة من سلسلة كريزي كرافت. طبعا يا جماعة الخير اعذروني جدا يعني على اللي هي بقى يعني بقى لي فترة ما نزلتش على الجزء الرابع، بس طبعا يا جماعة قلت حبيت انوع شوية، حبيت انوع لكم شوية في المقاطع، قلت انزل كده شوية اغير لكم شوية بحيث ان يا جماعة ما تملوش من السلسلة، مع اني ما اتوقعش يعني لاني شفت دعمكم الجبار على السلسلة. شكرا جدا يا جماعة، شكرا فعلا يا جماعة جدا على الدعم، وشكرا على 400 مشترك. ان شاء الله يا جماعه بدعمكم، ويعني اتمنى فعلا يكون فعلا يا جماعه المحتوى عجبكم فعلا ومبسوطين من المحتوى، ان شاء الله بدعمكم بنوصل لاعلى واعلى. وبس يا جماعه الخير، يعني صراحه متحمس جدا اللي في حاجات كتيره هتلاحظوا انه مختلفه وورا، لا وريتكم للاسف بس عادي عادي، بعدين بشرح لكم يعني الحاجات على السريع. المهم يا جماعه الخير مش لايك وسبسكرايب يعجبكم المقطع. وبس يا جماعه جيبوا حاجه تاكلوها كده وروقوا على نفسكم، كوبايه شايك، انا جبت القهوه وظبطت اموري. وبس يا جماعه مش هيدا للجميع. فبسم الله الرحمن الرحيم. طبعا للاسف شفتوا لاحظتوا ان الافران دي ايه دي الافران دي. طبعا يا جماعه في البث المباشر عملت الافران دي، بس طبعا كانت الليفل الاقل كوليكتور. شوف طبعا يا جماعه في ثلاث انواع من الانرجي كوليكتور، في اللي هو ده العادي اللي بيتعمل ببساطه، في اللي هو بيتعمل بالماده السوداء، وفي اللي هو بيتعمل بالماده الحمراء. طبعا يا جماعه خلف الكواليس لعبت كتير، يعني اعذروني، انا عارف كنت ممكن ابث افضل، بس والله يا جماعه اعذروني يعني في الوقت الكافي، او زي ما بتقولوا ما كانش الوقت المناسب ان اقدر ابث، يعني الناس اللي يعني بيحبوا البثوث وكانوا بيستمتعوا معايا بالبثوث. فطبعا لعبت خلف الكواليس كتير وعملت حاجات كتير زي ما شايفين. اول حاجه طورت الكيوب ده، وصلته الاليت انرجي كيوب. الكيوب بقى يعني طاقته عاليه، بقى بيحوز زي ما شايفين 6 مليون. ده اول حاجه. تاني حاجه طورت الجيت باك بتاعتي، خليتها ايرون عشان نقدر نطير اكتر وافضل، ويعني زي ما تقولوا ما نوقعش بسرعه. 800 الف الطاقه زي ما شايفين. اللي خلى الكيوب ده بيتعبى بالسرعه اللي انتم شايفينها دي ان انا عملت سلوك. بس طبعا يا جماعه زي ما شايفين جمعت وعملت مراوح كتيره. طبعا مش تعبتش فيها قوي لان يعني زي ما تقولوا كانت موجوده يعني كده كده جوه هنا في الطاوله. لما نكتب واين جنريتور، وطبعا هتتصدموا هتقولوا لي احيانا خالد انت جبت كل الطاقه دي من فين؟ طبعا زي ما شايفين عملت الماده الريد ماتر خلتني اصرف كتير، بس طبعا يا جماعه صرفت ويعني انتجت طاقه على قد ما اقدر. وزي ما شايفين دلوقتي الطاقه زي ما شايفين البلوكات وانتاجات لا نهائيه من الطاقه طبعا يا جماعه. يعني صراحة يا جماعة ظبطت الأفران دي بحيث طبعا باقي لسه فرن هنا أقدر إني أجيبه بكل بساطة زي كده. وهيبقى هو كمان يا جماعة بينتج طاقة زي ما شايفين. كل دول بصوا بينتجوا طاقة بحيث إن ده ينتج أسرع ما يمكن من الطاقة زي ما شايفين. معرفش هل اليوم دول دخل ولا لا، بس أنا شايف إن هما بينقلوا طاقة بشكل كبير. معرفش هل أقدر أوصلهم بده ولا اللي أنا عامله صح ولا لا. فاكتبوا لي تحت يا جماعة في الكومنتات إذا ده صح ولا أنا كده حطيتهم بس منظر على الفاضي من دون أي لازمة. بس زي ما شايفين انتجنا طاقه. وطبعا يا جماعه كل ما لا يا جماعه تنتج طاقه ونعدي. بصوا انا طبعا يا جماعه هتقولوا لي طب انت صنعت ده ازاي؟ طبعا كله بس تخيلوا من حبه فحم. يعني حرفيا لو كتبنا كول، الكول يا جماعه ده باخده بحط هنا الكول، وهو بكل بساطه بيبتدي الكول ده يتحول لاستكات، ويتحول 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 وينتج حاجات اقوى واقوى واقوى زي ما شايفين. دلوقتي ده بينتج ايه؟ الريدستون بينتج بليز، والبليز هينتج حاجه تانية، واللي بعده واللي بعده. يعني لو تلاحظوا ان استاك الريدستون ب 36000، استاك البليز ب 49000. فزي ما تشوفوا فالانتاجات شغاله زي الفل. واقدر يا جماعه بكل بساطه اني اكتب كول واخد استكات من الفحم، وهكذا يا جماعه. وبكل بساطه اقدر اني احط هنا الاستكات. فطبعا يا جماعه عندنا هدفين النهارده في المقطع. طبعا فوق كل ده في اهداف كتيره في بالي. اول حاجه يا جماعه وانا بتمشى يعني قلت خليني اكمل من الطريق من هنا، طلع لي استراكشرين، مبنى كده باين عليه فيه بوس ولا حاجه، بصوا تحسوا كده كانها مكان فيه عركه، وفي نفس الوقت في مبنى هنا كمان. فقلت خلاص ممكن نستكشفهم مع بعض كده مع بعض في مقطع عشان ايه نتحمس ونشوف ايه اللي هيحصل لي جوه في المبنى ده. وممكن يا جماعة إذا كان في وقت نروح النذر مع بعض ونحاول نخش قلعة وناخد منها البليز ونظبط أمورنا عشان نجهز نفسنا إن إحنا نحارب التنين قريب جدا يا جماعة. ممكن المقطع الجاي أو الحلقة اللي بعديها، مش متأكد يا جماعة بس على حسب يعني. طبعا كل حاجة أحولها يا جماعة اسمه ده إيه؟ أحولها نذر رايت عشان خلاص يعني يا جماعة مش محتاجين حاجة زي ما شفتوا صح يا جماعة. طلعت لي دروع كمان قويه. شفتوا التنين اللي كان ميت؟ اتاري في واحد كده في الكومنتات ان انت تقدر تضغط عليه رايت كليك ويطلع لك موارد.
وفعلا يا جماعه طلع لي حاجات كتيره، طلع لي زي ما شايفين قلب دراجون ولحمه وسكيلز. السكيلز دي يا جماعه تعتبر مهمه جدا، هي دي يا جماعه اهم حاجه. شوفوا يا جماعه في اندر دراجون سكيلز، طبعا الدروع بتبقى رهيبه بتاعت الدراجون يا جماعه. زي ما شايفين هي دي يا جماعه الدروع اللي طلعت لي، زي ما شايفين دروع قويه برضك مش ضعيفه. بس طبعا يا جماعه اللي هيخليني اعمل نذر رايت اللي هو ان هقدر اعمل بعدين اول ذا موديوم، وفي نفس الوقت هقدر اعمل يوبتينيوم والاعلى واعلى. وزي ما شايفين الدفاع كام، يعني تخيلوا يا جماعه لو جبت اول ذا موديوم خلاص دفاع 200 و125 تفنس. متوقعين ايه؟ حول 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 حول، ليتس جو. يلا بسم الله ننطلق على المكان. صح نسيتني معايا جيت باك، كل ما اصور يا جماعه انسى اني معايا جيت باك. يعني حتى الجزر هذه اقدر اطير لها بس مو حاليا. حاليا نبغى نروح نستكشف الاستراكشر اللي هناك هذا قربنا. والله طيران رهيب يا جماعة اقسم بالله. دايم المكان ده فيه سبونرات حتى. لا 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 كسر 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 سريع كسر سريع. لا اله الا الله. يا شباب صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي شباب بليز. يا اخي كسر يا اخي، انت ايش تسوي يعني؟ والله دمه كثير. موت ولد، ولد موت. يا جماعة ده لو ضربني ضربة احسه هيموتني معرفش ليه. اوه والله يدي دايموند. ليتس جو. وانا بقالي سنتين بجمع دايموند لو اعرف بس. ايش انا موجود؟ ايميرالد حلو. ايش السلاح ده؟ فينيكس لا مو سلاح والله. اوه افتكرته ده اتوقع مكان بوس. دايم ايش ده كمان ما انتبهت له ده. جيمي ذات. دايم يا بلوكات الجولد، اديني بلوكات الجولد الطيبة. جيب هذا كمان الويستون. شباب صلوا على النبي صلوا على النبي. انا جاي بس الوت وامشي يعني، ما تشغلوش بالكم، خليكم تحت زي ما انتم. السلام عليكم اخبارك يا راجل. والله سيف الدارك مطر قوي اقسم بالله يا جماعه. اوه فانتوم حلو. جيبوا السحر بعدين. شباب واحد صلى على النبي. ايش فيه؟ والله السلام عليكم. صراحه يا جماعه والله صح المكان ممكن فيه لوت بس مو مره صراحه. الفاهمين اللي مش مغري بشكله هو بس الجولد. والله هذه قريه. السلام عليكم. هذا كنبه ديم والله شكله رهيب. مكان ياكلوا فيه. في سرير هنا يا جماعه ابغى انام. والله المكان رهيب. والله التصميم عجبني. هذه مكتبة تجلس كده تقرأ. والله رهيب التصاميم بتاعت المكان. ايش الكتاب ده؟ جيب ما ادري ايش في. انا مكان خلينا نروح للمكان هذا الاول لانه واضح المكان شكله مرعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ اوه في شيست. يعني يرمي الاشياء التافهة دي. خلي ده والله فلوس كثير. حط الاشياء اللي ابغاها زي السلايم انفيريو ممكن احتاجه. الذهب اوه بلوك ايمرالد. صح يا خالد مو منتبه انت. والله بلوك ايمرالد كم؟ اوه والله 100 حاجة دايم والله. اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله والله في شيء كأنه يطير فوق. اوه افتكرت المكان الزفت ده يا جماعة. افتكرت. اتوقع اني كنت في مكان زيه كده تقريبا. هل هنا في سبونر ولا شيء؟ اتوقع يا جماعة الشيست هذا ما يفتح. افتكرت. ما يفتح يا جماعة اذا في سبونر حوالينه. والله حلو يعني لو في سبونر حواليه ما يفتح. لازم انا اعرف ان اذا في سبونرات وينه عشان يفتح الشيست عادي والامور طيبة. جيب بلوك من فحمة. ايش والله اوه اول مفتاح نايس. معرفش مفتاح ايه بس معرفش مبسوط ليه يعني على مفتاح ايه بس المهم انه مفتاح يعني. هل منه فايدة؟ معرفش. حلو قدرت. المفتاح الثاني ليتس جو. اتوقع يا جماعه لو ما طلعش المفتاح، اذا طلع محتاج مفتاح اكتر من كده يبقى معناه الشيست اللي تحت يا جماعه اللي هو مو راضي ينفتح. اتوقع جواه مفتاح هو كمان. بس خلينا نشوف نطلع فوق زياده. اتوقع كل ما نطلع فوق كل ما نلاقي اماكن زياده وشيستات زياده. اتوقع محتاجه مفاتيح اذا ما خاب ظني. دايم يا كمية الله ده جالس الي جالس يطبخ نفسه الحمار. يم. ابعد انت بالذات ابعد انت يا حبيبي. خلاص السبونرات شدت حيلها مره واحده لما نجي. والله حسيت يبقى يا ولد. دايم والله كل مره المفتاح الثالث ليتس جو. والله يا جماعه ما اعرفش اذا ده مفاتيح بوس ولا ايش بس شكلنا هنندعس فوق يا جماعه. في بوس هيكون اكيد موجود. مستحيل ما يكونش في بوس فوق يا جماعه. متى بنوصل للنهاية؟ ايوه وصلنا ليتس جو. اوكي يا جماعة اللي انا ملاحظه ان شكله مفتاح بفتح بيه مكان كده ولا شيء. ما اعرفش اذا مكان بوس ولا ايش بس خلي الجولدن ابل هنا احس افضل لي عشان لا اموت. مش عارف اذا انا جاهز ولا لا بس حط لي الكيك حط لي الجزر. ابغى اكل اي شيء يساعدني اذا هموت يعني.
بسم الله. اتوقع ان احنا جاهزين ان شاء الله يعني. يلا بسم الله. يا حلاوة ذا بوس. دايم. اوه والله فشخيني. ليتس جو. ذبحته. ذا لاند جارديان هاز فولن. ليتس جو. والله والله يا جماعه انا حمار اني مش جايب معايا اكل ولا شيء، بس الحمد لله والله ذبحته بجولدن ابل واحده بس. اتوقع المبنى بينهار يا جماعه. المبنى بينهار. اجري اجري. without its energy. واو الهروب. ده طور والكولابس. الهروب. المبنى هيطيح بينا. لا 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 لا. سامع صوت تكسير يا جماعه. سامع صوت تكسير. اجري 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 اجري. بليز بليز. الله 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 الله. هنموت هنموت لو المبنى طاح عليه. هموت لو المبنى طاح. سامع صوت تكسير والله. خلينا نشوف من برا كده اذا ينكسر فعلا. ايوه شوفوا. خلينا اطير اورجيكم. ديم والله المبنى اتكسر. والله كنت هموت. يا ساتر. يعني يا جماعه هو كان اساسا اللي هو ده اللاند، ما ادري اللي هو اللاند انرجي ولا ما ادري شو اسمه، هو اللي كان البوس تاع المكان، يعني لما هو اللي كان عاطي المكان طاقه. والله شوفوا البلوكات وين تطايرت. ديم والله رهيب اوه ايش البايوم ده. والله البايوم شكله رهيب. يا ساتر. هزمنا البوس. ليتس جو. اول بوس توقع نهزمه. اعطاني ايه صح؟ اعطاني ايبك شارد جراب باج لاند. اوه اعطاني العين. هل اعطاني شيء ثاني؟ اعطاني يالو هارت. والله ما اعطاني اشياء، ما اعرفش اذا ما اعرفش الحاجات دي اذا مفيدة او لا، بس مو فارقة يعني. يلا على البيت. نرجع البيت. خلينا نرجع. ايه ده؟ فيرست. ها هل ده مكان بوس هنا يعني ولا ايش؟ حلو. سويت مكان بوس هنا، علامة بوس. ممكن نجي بعدين نشوف، نحفر تحت كده وندخل، ممكن يطلع في بوس تحت في الأرض ولا شيء. المهم هذا بيتنا القديم صح. اتوقع ده البيت اللي انا كنت ساكن فيه الاول كده بشكل عشوائي. خلينا نرجع البيت ننام كده ناخد غفوة. اتوقع انا يا جماعة هوقف صراحة. انا عارف المقطع كان بسيط يعني مش طويل اوي يعني، بس صراحة يعني يا جماعة حبيت بس نعمل المقطع ده على السريع كده بحيث اني استرجع على السريع يعني موضوع زي ما تقولوا ايه الذكريات بالسلسلة، واكونش قطعت عليكم بشكل كبير. ان شاء الله يا جماعة بعمل حالات اكتر قدام تبقى اطول باذن الله، بنروح نغامر فيها كتير ونستكشف. وحتى ان شاء الله يا جماعه الحلقه اللي جايه ممكن نخش النذر او يا اما نذبح التنين، واحده من الاثنين. ما اعرف صراحه اعمل ايه. اكتبوا لي تحت في الكومنتات اللي انتم حابينه يعني نعمله الحلقه الجايه. يا نذبح التنين يا نروح النذر ونستكشف فيها الاستراكشرات بتاعتها ونشوف إيه الوحوش الغريبه اللي هناك. وممكن نحارب بوس هناك في النذر ولا حاجه زي ما حاربنا النهارده. وممكن لو عاوزين ممكن نروح نحارب البوس اللي انا لسه محدد عليه هنا. اتوقع فين النقطة اللي أنا حددتها؟ معرفش راحت فين. المهم إن أنا حددت. أيوة هذه يا جماعة. ممكن لو عايزين نروح نحفر وننزل البوس اللي تحت ده، نشوف إيه وضعه يعني، وهل هو قوي ولا هل بيدينا دروع بيدينا حاجات. فيا جماعة الخير أتمنى يكون المقطع عجبكم. متنسوش لايك والاشتراك زي المقطع وبس يا جماعة. أشوفكم بقى في الحلقات القادمة ومع السلامة.